تتخيل إن تمرة صغيرة ممكن تكون سبب دخول واحدة الجنة؟ تعال أحكي لك القصة اللي هتخليك تبص للصدقة بشكل مختلف خالص. في يوم من الأيام في قرية بسيطة وسط الصحراء كانت في ست فقيرة جدا عايشة بصعوبة وما عندهاش غير لقمة صغيرة تسد بيها جوعها. الست دي كانت بتصوم وبتحاول تقرب من ربنا على قد ما تقدر رغم إن الدنيا كانت ضيقة عليها جدا. وفي يوم جالها واحد مسكين وشه باين عليه التعب والجوع وقال لها بالله عليكي اديني أي حاجة أكلها. الست بصت حواليها ملقتش عندها حاجة غير تمرة واحدة بس. رفعت تمرة في ايدها وبصت للسما وقالت يا رب تقبلها. راحت مدت ايدها للراجل وادت له التمرة الوحيدة اللي معاها وهو خدها بعينين مليانة دموع. شكر الراجل ومشي فرحان والست فضلت قاعدة تفكر يا ترى صداقتي دي عند ربنا عاملة ايه. وجات لها رؤية في منامها كأنها في الجنة وسمعت صوت بيقول الصدقة دي كانت سبب دخولك الجنة. القصة دي بتفكرنا ان ربنا كبير وممكن عمل صغير جدا يكون سبب في نجاة عظيمة عنده. ما تستقلش بأي خير تعمله لأنه ممكن يكون سبب في دخولك الجنة. ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وتصلوا على النبي علشان اللي جاي أحلى.